يا أهلا وسهلا. أهلا بيك. أنا المهندس كرولوس شنودة، جاي النهاردة أكلمك عن موضوع مهم جدا. بكلم مين؟ بكلمك أنت لو عشت برا مصر سنين كتير وحابب ترجع تعيش جوا مصر، أو حابب تتقاعد في مصر بعد سن معين، حابب تيجي هنا تعيش بمعاش برا، بفلوس برا جوا البلد، أو لو عايز تيجي مصر علشان أولادك علشان يدخلوا جامعات في مصر، يتعلموا في مدارس برا، وعايز فترة الجامعة يقضوها في مصر في أحد الجامعات اللي جوه، أو لو أنت حابب تستثمر جوه مصر، لأن احنا عارفين الاستثمار جوه مصر عامل ازاي، والاستثمار العقاري وقوته، لدرجة حد قوي جدا في المجال زي محمد العبار لما سأله عمرو أديب وبيقول له رتب لي المدن من الأفضل في الاستثمار العقاري، دبي ولا لندن ولا القاهرة؟ قال له القاهرة رقم واحد، واتنين دبي، وتلاتة لندن. وده وضع مختلف تماما عن اللي كان من 10 سنين. احنا دلوقتي بنتكلم في قوة في السوق العقاري المصري رهيبة. طيب الفيديو ده لمين تاني؟ الفيديو ده ليك لو انت جربت تستثمر في العقارات قبل كده ولكن ما حققتش الار او اي اللي نفسك فيه، ما حققتش العائد اللي كنت متوقعه، سواء العائد ده في اصل المبلغ، في الكابيتال، في سعر اليونت نفسها، أو من العائد من التأجير، سواء الوحدة دي كانت على البحر أو وحدة داخل مدينة أو داخل كومباوند. الفيديو ده لمين كمان؟ لو أنت شخص عشت زمن كبير جوه البلد دي، لو أنت بقى عايز حياة مختلفة، لو أنت بتدور على حياة موجودة في بعض الأماكن في العالم، في بعض الدول الأوروبية وأمريكا وكندا يمكن والخليج، فأنت تقدر تعيش حياة جوه مصر مختلفة تماما، مش هتصدق إنه في مصر، وكأنك بره مصر، بطابع أوروبي، بكوميونيتي متنوع مختلف. لو عايز تبقى جوه مصر وفي نفس الوقت بره مصر، عايش عيشة بره ولكن جوه، ومعاك شمس مصر وروح مصر وأهلك وأكل المصري والحياة والعادات والتقاليد بتاعتنا، يبقى الفيديو ده ليك. ممكن يبقى طويل شوية، استحملني، بس بجد هيفرق معاك جدا، لأن أنا جاي ألخص لك أهم 5 مشاريع في مصر هتحقق لك اللي نفسك فيه، وما تدورش ورايا. ال5 مشاريع دول هم الأحسن، هم الأفضل، والإثبات اشتري النهاردة وتعالى نتقابل بعد 10 سنين، قارن المشاريع دي بالمشاريع التانية. يلا بينا نبدأ مع أسماء المشاريع. المشاريع اللي عندنا هنتكلم في مشروعين في البحر الأحمر. الأول هو الجونة، مدينة الجونة الموجودة من 1990، والتانية هي مكادي هايتس، مدينة جديدة اللي بدأت من 2018. كمان هنتكلم في الساحل عن سيلفر ساندز من أورا، الشركة الخاصة بالبشمهندس نجيب ساويرس. كمان عندنا في أكتوبر هنتكلم عن مشروع اويست، واخر مشروع معانا في التجمع السادس، المنطقه الجديده الموجوده في القاهره الجديده التي تقع بين القاهره الجديده والعاصمه الاداريه الجديده في موقع متميز جدا، هو مشروع زد ايست. يبقى دول ال5 مشاريع اللي هنتكلم عنهم، ويلا بينا نبدا باول مشروع. اول مشروع معانا هو الجونه. الجونه مش مشروع، الجونه مدينه. الجونه مدينه بدات من 1990، تنفيذ وتخطيط باشمهندس سميح ساويرس صاحب شركه اوراسكوم للتنميه. المدينه بدات تكبر حبه حبه لحد دلوقتي ما بقيت مدينه متكامله، عندك مطار، عندك جامعة، عندك مدارس، مستشفى، محلات، ملاعب، استاد، كنيسة، جامع، كل حاجة نفسك فيها. انت مش محتاج تطلع بره الجونة نهائي. الجونة حققت اعلى ار او اي في مصر. الجونة سواء على الكابيتال، على سعر اليونت نفسها، او على الوحدات التأجيرية. احنا عارفين ان منطقة الغردقة ومنطقة البحر الاحمر كلها شغالة طول السنة، والاجانب بيعشقوا الغردقة وبيعشقوا البحر الاحمر، وبالتالي الجونة عندها فنادق كتير تحت إدارة شركة أوراسكوم. الأمن والأمان الموجودين هنا، مستوى الرفاهية في فندق للقطط والكلاب مثلا، في كل الأنشطة الرياضية اللي بتفكر فيها، في مكتبة، في مهرجان الجونة، في السينما، في كل حاجة نفسك فيها هتلاقيها هنا في الجونة. فعلا في الجونة هتقدر تعيش حياة كأنك في أوروبا جوه مصر. شمس مصر تبعد بس 4 ساعات ونص عن القاهرة، أو 4 ساعات على حسب سواقتك، والنص ساعة عن الغردقة. يعني انت في موقع متميز جدا من ناحية المواصلات، من ناحية الأمن والأمان. كلمنا عن الأمن والأمان. انت هنا بتعيش حياة محدش تاني بيعيشها في مصر. أنظف شوارع، عندك بوابات، عندك أمن، عندك اسم شرطة، محدش بيدخل إلا لو بتصريح، ولو حد حاجز
بيدخل عن طريق كود بيتبعت للأمن. المكان زيرو جريمة، يمكن أقل مدينة في العالم في معدل الجرائم أو واحدة من أقلهم على الإطلاق هي الجونة، وده علشان مدينة منظمة معمولة صح تحت إدارة واحدة بتدير الفنادق وبتدير كل حاجة من أول الطرق للبيئة للزرع للفنادق للمرور لحركة المرور الجميلة، كل ملتزم بالسرعة، ما بتلاقيش حد بيكسر عليك، حتى ما فيش سايس، ده هو فرد امن بيساعدك تركن وبدون ولا مليم. تلاقيش حد هنا عايز يطلع منك بمصلحه ولا بيقول لك يا باشا شربنا شاي ولا اي من ده. الناس هنا بتحب تساعد بدون اي مقابل. كمان سكان الجونه مسمين نفسهم جونز، والجونز دول مش بيحبوا خالص الساحل. هيقول اللي بيحب الساحل مش بيحب الجونه، فدي حقيقه، لان الجونه اسلوب حياتها مختلف، حياه طول السنه، حياه البحر قريب منك في جميع الاتجاهات، لان المباني كلها مبنيه على جزر ووسط لاجونز وبحيرات صناعيه، فنقدر نقول جزر صناعيه. هو قدر يوصل ميه البحر لكل الاحياء اللي في الجونه، ودي حاجه مميزه جدا، لان البحر الاحمر معروف انه فيه شعاب مرجانيه وصخور، ففي ناس بتتضايق بقى، بيقول لك انا هنزل البحر يا عم لازم البس جزمه بحر وكده وانزل بقى. فالبديل هو اللاجون السويمبل اللي ينفع الناس تنزل تعوم فيه. وبيبقى فين اللاجون؟ اغلب الوحدات باصه على اللاجون، يعني اللاجون بيبقى قدام بيتك، فانت عندك مستوى خصوصيه رائع، عندك مستوى رفاهيه رائع. في ناس بقى اللي معاه مركب، اللي معاه يخت، اللي عايز يطلع رحله صيد، اللي عايز يروح جزر زي جزيره طويله اللي قدام الجونه، الموضوع جميل جدا. تاني مدينه هنتكلم عنها هي الجونه الجديده، مكادي هايتس. مكادي هايتس هي النسخة من الجونة، عشان كده أنا كلمتك عن الجونة الأول. كل اللي في الجونة هيتطبق تاني في مكادي هايتس، بل على أجمل، بل على أحسن، لأن في بعض المميزات في مكادي ما كانتش موجودة في الجونة، زي إن مكادي هايتس مبنية على جزء مرتفع، فبالتالي أغلب الوحدات سي فيو، شايفة البحر. تاني حاجة الجو جميل لأنه هو مرتفع، فمعدل الرطوبة أقل شوية. طيب في ناس بيقول لك يا عم ده ملوش بيتش، ده هو مبني بعيد عن البيتش. لا، هو قدامه فنادق، وهو عامل تعاقد مع فندق لابراند مكادي، ليك شاطئ خاص للاونرز بتوع مكادي هايتس يقدروا يدخلوا، فانت عندك اكسس على البحر غير اللاجونز اللي موجودة عندك في المشروع. المشروع من الناحية الاستثمارية محقق أرقام مش طبيعية ويمكن مش موجودة في أي حتة تاني في العالم. هو وصل ل 45% ارتفاع سنوي، ده رقم غير طبيعي بالمرة. 45% غير العائد الإيجاري، احنا بنتكلم انه في المتوسط بقينا نوصل ل $150 في الليلة، وده رقم تقريبا نفس الرقم اللي في الجونة لما دلوقتي كده في البداية. امال بعدين لما تبقى قد الجونة كمساحة كزمن هيبقى الوضع ايه؟ انا في البدايه ما كنتش عايز اتكلم عن الجونه، ولكن لقيت ان اسعار مكادي قربت من الجونه، فساعتها هيبقوا الاثنين زي بعض. فهي مكادي دلوقتي فرصه قويه جدا من الناحيه الاستثماريه، غير الناحيه السكنيه وكل المميزات التانية الموجوده فيها. كمان في ميزه مهمه بنحب نقولها سواء لمكادي سواء للجونه سواء لاو ويست اللي هنتكلم عنها دلوقتي، انه الباشمهندس سميح بيبني مدن، بياخد مساحه ضخمه جدا وبيبني مدينه. وده اللي عمله في اندرمات في سويسرا. جم قالوا له عايزين نطبق نموذج الجونه، تعالى اعمله عندنا في اندرمات. عملوا برضه في مونتينيجرو، عملوا في عمان، عملوا في الامارات ودول تاني كتير. فانت مش بتاخد شقه في كومباوند، انت بتشتري حياه في مدينه، انت بتاخد عضويه وجنسيه في مدينه وبدون ورق جنسيه وبدون ورق اقامه وبدون دوشه، ولا تقدم على لوتري بقى ولا اي دوشه من دي. سريعا ننتقل لمشروع او ويست في اكتوبر. مشروع او ويست هو المدينه الجديده الجونه بتاعه القاهره بقى. الجونه الجديده هي مكادي هايتس في البحر الاحمر برضو، اللي هي بتبعد 40 دقيقه عن الجونه، واو ويست في غرب القاهره في 6 اكتوبر على طريق الواحات مباشرة، قريبة جدا من مول مصر، قريبة جدا من المحور اللي بيودينا ل 26 يوليو، اللي عن طريقه بسهولة نوصل قلب الشيخ زايد وقلب اكتوبر في وقت قليل جدا. ووسط مبنية انها تكون مدينة مش كومباوند، عمل لك 4 مدارس ب5 أنظمة تعليمية مختلفة، طرق عامل لك 3 ممرات، ممر للمشاة، ممر للعجل، ممر للعربيات. العماير كلها ادوارها مش مرتفعة، المساحات الخضراء كتير جدا، المسافات بين كل عقار والتاني كبيرة وكويسة. في كمان منطقة
تجارية، والمنطقة دي للشركات، والمنطقة دي قريبة جدا من المدخل علشان ما يحصلش أي إزعاج لسكان المدينة. اللاندسكيب اللي هناك كبير وجميل جدا، أنا أعرف مهندسين كتير شغالين هناك على جزئية اللاندسكيب بس. انت متخيل مهندسين كتير جدا شغالين شغلتهم بس في اللاندسكيب. هو ويست بتدي لك الحياه في قلب القاهره، يعني هي مختلفه شويه عن مكادي والجونه. مكادي والجونه لو انت بتدور على الريتايرمنت، لو انت بتدور على الاستثمار، لو انت مثلا شخص بيشتغل فريلانس وحابب يشتغل في مكان جميل رايق على البحر، يصحى بدري يفطر ويروح بعد كده على البحر او على اللاجون يشتغل ويقضي يومه وينبسط، فده هتلاقيه في مكادي والجونه. لو انت حابب بقى تبقى قريب من قلب القاهرة ومن العاصمة وتحب تعيش حياتك هناك وتدخل أولادك المدارس والجامعات بتاعة القاهرة وتبقى قريب وفي مكان استراتيجي جدا، فده اللي هتلاقيه في أوست. أوست مدينة اتعملت علشان تعيشك أحلى عيشة في قلب القاهرة. حياة أوست هي حياة رائعة، هتحس نفسك مش في القاهرة، تحس نفسك في مدينة بمواصفات وأنظمة أوروبية. بعد ما اتكلمنا عن الثلاث مشاريع بتوع المهندس سميح ساويرس وشركة أوراسكوم للتنمية، نيجي دلوقتي لمشاريع مهمة جدا 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 للباشمهندس نجيب ساويرس صاحب شركة أورا ديفلوبرز وأورا هوسبيتاليتي. بعد نجاحه عن طريق شركة أورا في مشاريع في بلاد كتيرة، في الإمارات، في باكستان، في جرينادا، في لندن، جه عشان يحقق في مصر معادلة صعبة جدا. اختار لوكيشنز قوية، اختار يعمل أفكار قوية جدا في الساحل كمان، تفادى كل أخطاء الناس اللي قبله. خلينا نبدأ الأول بزد إيست. اخترت زد إيست لأن هي في شرق القاهرة. فين بالظبط؟ في التجمع السادس. طيب ايه التجمع السادس ده؟ في منطقة اسمها مثلث الأمل، دي منطقة تقع بين التجمع الخامس والقاهرة الجديدة، والناحية الثانية العاصمة الإدارية، وهي قريبة جدا من الأوكتاجون اللي هو الكيان العسكري الجديد. مثلث الأمل دي انضمت للقاهرة الجديدة وبقى اسمها التجمع السادس. توزعت ما بين الديفلوبرز وأرض للأوقاف، وفي أرض اتبنى عليها كاتدرائية. على راس المثلث ده الجزء اللي فوق ده زد ايست، يبعد 10 دقائق من التسعين الجنوبي، يبعد 10 دقائق من العاصمه الاداريه، وباصص على الطريق الاوسطي اللي من خلاله انت من زد ايست ممكن لو عايز تروح او ويست انت ممكن في 45 دقيقه تبقى في غرب القاهره. تخيل من قلب العاصمه والقاهره الجديده عن طريق الطريق الدائري الاوسطي انت ممكن تبقى في 45 دقيقه بس في اقصى غرب القاهره. المشروع فيه مراحل، في مرحله فيلل دي كلها سولد اوت بسرعه جدا اتباعت. مرحله اللي بعد كده مرحله عماير كلها جي بلس 8، يمكن ارتفاعات عاليه شويه ولكنها معموله بتصميم راقي جدا من شركه مقرها في لندن، تعد من افضل الشركات اللي بتعمل ماستر بلانز وبتعمل تصميمات للمدن الجديده. في كمان تاورز، وبدا تاور فيهم جي بلس 30 عامل ابراج في قلب القاهره الجديده والعاصمه الاداريه، ودي تعتبر الاولى من نوعها في القاهره الجديده. القاهره الجديده ما فيهاش ابراج بالشكل ده، وعن طريق الابراج دي انت هتبقى كاشف القاهره الجديده من ناحيه والعاصمه الاداريه من ناحيه ثانيه. هم 4 ابراج، بدا حاليا في مبيعات برج فيهم. كمان عندنا نادي، اكبر نادي في القاهره الجديده، نادي الزد، هيبقى في المشروع. بنتكلم عن 85% مساحات خضراء، 15% بس المساحه المبني عليها، وده من احسن المعايير اللي ممكن تلاقيها في اي مكان في مصر او بره مصر. مساحات خضراء، انت فعلا مش هتحس نفسك في مصر، انت هتعيش في بيئه مختلفه، هتشم هواء نظيف. المدن اللي بكلمك عنها كلها الحياه فيها مختلفه، الهواء نظيف، دنيا منظمه، كل حاجه معمول حسابها كويس جدا جدا جدا. ومن افضل مكان في شرق القاهره ننتقل لاخر مشروع معانا، وهو اقوى مشروع في الساحل الشمالي، معمول في احلى بحر. احلى بحر هو بحر سيدي حنيش، ده بحر مشهور جدا قريب جدا من المظة باي، يبعد عنه 4 كيلو. المشروع ضخم جدا، المشروع يعد هو اكتر مشروع اتعمل في الساحل الشمالي بدون اي اخطاء وبمستوى رائع. احنا بنتكلم عن عرض شاطئ حوالي كيلو 400 متر، بنتكلم عن عمق حوالي 2 متر، بنتكلم عن مساحه كليه 724 فدان، دي مساحه كبيره جدا، وبرضه مش باني غير على 15%، وال 85% كلها مساحات خضراء. المشروع من احلى الحاجات اللي فيه انه مبني على مساطب، بتبتدي اول مرحله 6 متر، 10 متر، 14 متر، 22، 26، 30، وبعد كده الداون تاون 34. احنا بنتكلم في مشروع 70% منه سي فيو، وال 30% اللي فاضله اما بول فيو، اما جاردن فيو، اما لاندسكيب فيو. الشاطئ رملي تماما والميه نقيه جدا وفيروزيه. في لاجون في المشروع هتبقى في الداون تاون، بنتكلم عن 88,000 متر مساحتها. بنتكلم عن فنادق من مستوى
عالمي جدا. في فندق باسم سيلفر ساند، الباشمهندس نجيب كان عمله قبل كده في جرينادا في الكاريبيان، وكان نجح نجاح رهيب، ودلوقتي جاي يكرر التجربه في مصر. كمان عنده فندق تاني، فندق ارماني اللي هي العلامه الايطاليه الشهيره. وكمان بتكلم في 5 كلاب هاوس، كل واحد فيهم بيخدم فئه عمريه مختلفه. عندي في منطقه الداون تاون الدور الارضي في محلات بتخدم السكان، وعندي مول تجاري على الطريق بيخدم كل منطقه الساحل. عندي سبورتس اريا، عندي مستشفى فيها 400 سرير، تقريبا اكبر مستشفى في الساحل الشمالي. باشمهندس نجيب ساويرس وشركه اورا مش بس بتفكر انها تسلمك يونت تشتريها وخلاص وبتنتهي بعد التسليم، لا، هو بيفكر في الحياه اللي بعد كده، هو بيفكر في الحياه اللي اداها لك، هو بيفكر في يومك ماشي ازاي، اكلك شربك طريق ماشي فيه ازاي، مشوار البحر هتمشيه ازاي وهتعدي منين. والمشروع بيبعد 370 كيلو عن القاهره، 220 كيلو عن اسكندريه، 138 كيلو عن العلمين، 202 كيلو عن برج العرب ومطار برج العرب. بكده الخمس مشاريع اللي كلمتك عنهم دول، انا رايي انت ما تدورش تاني لو انت من الفئات اللي انا اتكلمت عنها، او لو انت مجرد مهتم بيهم باي مشروع فيهم. ابعت لي على الواتساب وانا هبعت لك كل التفاصيل، كل الاسعار. لو تحب ممكن نعمل استشاره مجانيه على زوم، نتكلم، نقعد نفكر مع بعض، نخطط مع بعض، نشوف ايه الاستثمار المناسب لينا، الوحده المناسبه، امتى نقدر نشتري، امتى احسن وقت نشتري. شكرا لكم. باشمهندس كرول الشنودة كان معاكم. باي باي.